عن هذا القطاع بالبلد انه عازم على انتزاع حقوقه والقضاء على سنوات من الاقصاء والتهميش. فبعد ان حارب الاوبئه والامراض سنوات الستينات والسبعينات، واليوم يقوم بمجهودات جباره لانجاح نظام الرامد ونظام التغطيه الصحيه الاجباريه، لا زال يقابل بالتقصير والاهماش. اليوم لن يعد الممرض ساكتا على هذا الوضع، وما اعتصامنا في هذه الظرفيه الا رساله قويه الى المسؤولين عن هذا القطاع، الى الاستجابه الفوريه الى المطالب المشروعه، وهي المعادله الاداريه والعلميه واعطاؤنا الحق في متابعه دراستنا. وكل هذا بطبيعه الحال سيعود على جوده الخدمات المقدمه الى المواطن، وسيعطي المنظومه الصحيه بالمغرب نقله نوعيه نحو افاق جديده في العلوم التمريضيه. اذا اليوم الممرض المغربي لن يسكت ابدا عن هذا الاقصاء، فبمقابل المجهودات التي يقدمها ويعطيها الى المواطن المغربي مقابل بالاقصاء والتهميش، بل حتى العنف الذي طالنا امس في الاعتصام هو رساله قويه من هذه الحكومه الى الممرض المغربي انها ستستمر في اقصائه، ولكن حضورنا اليوم هو تاكيد على اننا مستمرون رغم الاقصاء ورغم التهميش. وتحيه نضاليه. اليوم الممرضين المغاربه يخوضون هذه الاعتصامات الانذاريه التي ستكون لن تكون رحيمه بوزاره الصحه التي ولن ترحم الممرض المغربي منذ سنين. اليوم الممرضين المغاربه يطالبون بحقهم العادل والمشروع في المعادله العلميه والاداريه. ثلاث حكومات متزامنه ومطالب الممرض عادله والمشروعه تراوح مكانها في رفوف وزاره الصحه والحكومات المتتاليه. وبالتالي اليوم جينا كنعبروا بكل قوه وبكل سلميه وبكل مسؤوليه عن مطالب وحقوقنا العادله والمشروعه في المعادله العلميه والاداريه. كذلك نندد بالتدخلات القمعيه المخزنيه التي طالت الممرضات البريئات والممرضين الابرياء امس، والتدخلات العنيفه التي اسفرت عن اعتقالات واسفرت عن اصابات خطيره في صفوف الممرضين. وهذه رساله تمرره وزاره الصحه التي اعادت المغرب الى سنوات وسنوات في مجال الحقوق والحريات التي يتبجح بها المغرب في المحافل الدوليه والاقليميه. مستمرون بالاعتصامات، سنندد وسنسلك كل المسالك التصعيديه القانونيه والمشروعه والمسؤوله حتى ننتزع حقنا المشروع. وتحيه نضاليه لكل الممرضات والممرضين الشرفاء.